حزينة ليه؟ زعلانة ليه؟ متضايقة ليه؟ عندك مشاكل؟ عندك أحزان؟ عندك هموم؟ عندك حاجات في الحياة مضايقاكي كتير؟ تعالي أقولك تعملي ايه. أنا عارفة إن كل واحدة ممكن يكون عندها مشاكل في الحياة وهموم وحاجات ممكن تكون شايفة إن اللي قدامها مش حاسس بيها، أو مشاكل كتيرة أو أزمات كتيرة أو حاجات كتيرة، حزن في الحياة وحاجات وحشة جدا في الحياة. أنا عارفة، بس لازما ما نستسلمش، يعني ما تستسلميش ان انت تفضلي حزينه، ان انت تفضلي مهمومه، ان انت تفضلي متضايقه. طب اخرج نفسي ازاي؟ اخرج نفسي ازاي من الضيقه؟ اخرج نفسي ازاي من الحزن؟ اطلع ازاي من الحاله النفسيه الوحشه اللي انا فيها؟ اطلع ازاي من المشاكل والحاجات اللي في حياتي اللي انا فيها؟ طب تعالى اقولك، انت جربتي تصلي قيام الليل؟ جربتي؟ صليت مره كده وبتاع ومش عارفه ايه، بس عادي يعني ما حصلش حاجه. لا، جربتي تصلي مره واتنين وتلاته وعشرة؟ جربت تدعي في الثلث الأخير من الليل؟ يعني جربت تصلي صلاة قيام الليل وأقعد أدعي ربنا سبحانه وتعالى بالهموم اللي عندي والمشاكل والأحزان، إن ربنا يشيلها عني؟ طيب، جربت تستغفري بنية إن ربنا يشيل عنك الهم والحزن؟ جربت تصلي على النبي، إن بنية برضو إن يشيل عنك الهم والحزن والمشاكل اللي انت فيها؟ صليت مرة، استغفرت مرة، يعني كده. لا، جربتي مرة واتنين وتلاتة؟ جربتِ تبقى عندِك سبحة، السبحة العادية أو السبحة العداد، أي سبحة أنتِ بتحبيها، وتمسكيها في إيدِك وتقعدي تستغفري 100، 200، 300، 1000؟ جربتِ تقعدي تصلي على النبي 100، 200، 1000؟ طيب، جربتِ تقعدي تدعي ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص، وإن يقين إن أنا إن شاء الله هاخرج من اللي أنا فيه؟ ما أنا لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى وأنا عندي يقين إن شاء الله هاخرج من الحزن اللي أنا فيه، هاخرج من الحزن اللي أنا فيه. لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى وأنا عندي يقين وظن في الله، ربنا قال أنا عندي ظن عبدي فيه، يعني لو ظنيتي في ربنا خير هيديكي خير. هل بقى أنا ظنيت في ربنا وأنا بدعي كده يا رب، يبقى عندي حسن ظن بالله، أقعد أدعي وأنا عندي ظن في الله إن ربنا هيخرجني من الهم اللي أنا فيه؟ أبقى بدعي وأنا عندي ظن في الله زي ما ربنا قال أنا عندي ظن عبدي بيه، فظني في الله ان شاء الله هيخرجني من الحزن اللي انا فيه. هيبقى عندي ظن في الله ان شاء الله لو مثلا معمول لي حاجه وحشه، يعني انا مثلا عندي اسحار، حد معمول له اسحار، حد معمول له عنده مشاكل في حياته كتيره والحاجات دي اذيه، عنده اذى في حياته، خليني مع الله. عايزه تطلعي من الحزن اللي انت فيه، خليكي مع الله. عايزه تطلعي من الهم اللي انت فيه، خليكي مع الله. عايزه ربنا يخلصك من مشاكل في حياتك، من سحر حد عاملهولك، من حاجه بحياتك بايظه كلها، حياتك بايظه، ربنا خليكي مع الله. كل حاجه في حياتك عايزه يعني ربنا يصلحها، انا معاك يا رب. يا رب انت طلعني من الحاجه دي، يا رب اجعل لي مخرج، يا رب يا رب يا رب. افضل كده الح. ربنا بيحب العبد اللحوح، اللي هو يفضل يلح في الدعاء، مش ادعي مره واكبر دماغي اقول ما انا بقى انا دعيت كده مرتين ولا حاجه، استغفر مره واقول ما انا استغفرت لا. ربنا بيحب العبد اللحوح. افضل الح في الدعاء، افضل الح يا رب والنبي الدين، يا رب والنبي اعمل لي، يا رب والنبي، يا رب يا رب يا رب اخرجني من اللي انا فيه، يا رب ابعد عني الاذى اللي انا فيه، يا رب يا رب ابعد عني الناس المؤذيه اللي في حياتي، يا رب يا رب ابعد عني كل حاجه، كل حاجه عايزاها ادعي ربنا. يا رب اصلح حال ولادي، يا رب ادعي رب كده. انا خليني مع ربنا بالدعاء، مش هخسر حاجه، انا الكسبانه مع الاستغفار، مع الصلاه على النبي، مع قيام الليل، مع كل حاجه. انا الكسبانه طول ما انا مع الله في كل حاجه. لكن لو بعدت عن ربنا ما تساليش تخرجي من اللي انت فيه ازاي. لو بعدتي عن الاستغفار وعن ذكر الله، ما تساليش ربنا يصلح لك حالك ازاي. ما انا مبقاش عايزه ربنا يصلح لي حالي وانا بعيده عنه، وانا ما بصليش.